السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. هنعمل معاكم النهاردة كفتة الحاتي. معايا نص كيلو لحمة مفرومة عليها ربع دهن، معايا بياض بيضة من غير الصفار، ومية البصل من بصلة متوسطة برش عليها ملح وانزل منها المية، ومعايا 4 فصوص توم، ومعلقتين نشا، ومعلقة بيكنج باودر. هنقول لكم طبعا كل حاجة ايه السبب ان احنا نحطها. دلوقتي انا هحط اللحمة والبصل والثوم وافرمهم فرمة كويسة، بس انا هنا نسيت احط السكينة، هرجع اشيلهم واحطهم تاني. البيكنج باودر عشان يخلي الكفتة كويسة ومنفوشة وما تكونش مكتومة معاكي، و... والنشا بيمسكها هي والبياض البيضة، تخليها متجانسة وماسكة في بعضها. هنديها فرمة كده حلوة 5 دقايق كده. طبعا لو عندك انتي مفرمة ممكن تفرمي اللحمة صحيحة مع الدهن. عايزاها طبعا ضاني بتجيبي ليا ضاني، تدي طعم جميل جدا. انا هنا بقول لكم ان الكفتة بيبقى فيها شعر كده من كتر العجن، بس هتبان اكتر مع العجن. حطيت معلقة فلفل اسود وربع معلقة بهارات، والبهارات ممكن ما تتحطش، ورشة حبهان وملح. يعني احنا ممكن نحط ملح وفلفل اسود بس، رشة حبهان ورشة البهارات بتاعت اللحمة دي حبة صغيرة جدا. ماشي. هحط دلوقتي معلقة البيكنج باودر عشان هي دي اللي هتساعد الكفتة تبقى حلوة ومنفوشة ما تبقاش مكتومة. وهنحط معلقة النشا، دي اللي هتمسكها وتخليها كويسة ماسكة. وبعد كده نحط بياض البيضة. مية البصل بقى ديت هنخليها للآخر، هقول لكم هنستخدمها ايه. هنحط عليها شوية ملح وفلفل اسود، وهنستعملها بقى واحنا بنسيخ الكفتة. دلوقتي بقى انا هحطها في التلاجة، هيبقول لكم بصوا عاملة شعر ازاي، وهتبان اكتر لما تتحط بردك في التلاجة. هنحطها في الفريزر كده نص ساعة بحيث ان هي تجمد، تبقى ساقعة جامدة بس مش مجمدة. كمان كده خرجتها من الفريزر. ممكن تستني عليها اكتر من كده كمان، يعني تقريبا تلت ساعة. تمام. انا جايبه عصيان الشيش طاووق، حطاهم في ميه عشان بردك ما يتحرقوش بس على الفحم. وممكن على فكره دول يتحطوا في الفرن على شبكه وتحتيهم طاسه وهتطلع تحفه، تحطي في الطاسه من تحتيها ميه. تمام. دي العيدان الشيش حاطه 3 عشان يتحمل السيخ يمسك الكفته. وحطيت الكفته اهو بايديا وبرمتها، بوريكم ان هي ماسكه اهي ومش بتقع. وبميه البصل زي ما قلت لكم بصبع بيها، بحط ايدي اهي في الميه بتاعه البصل بالفلفل والاسود والملح. طبعا ميه البصل بتدي طعم جميل وما بتخليش الكفته تلزق في ايدي، وبوريكم ان انت بتقفليها من فوق ومن تحت بالطريقه ديت زي ما انا مورياكم كده. تمام. اهو بوريكم تاني بسيخ اهوت ب3 عصيان. طبعا دي الشوايه، وطبعا دي هي منظرها عشان طبعا بيتولع فيها الفحم، بس دي صغيره، يا ريت لو عندك اكبر بتبقى احسن وغويطه شويه. زي ما قلت لكم قبل كده لما شويت الفراخ ان دي النار قريبه من الحاجه اللي احنا بنعملها، فبتتلسع شويه. تمام. هنا بقى بعد الكفته شويه ما ابتدت تتشوي، انا بقى بقلب اخر 3 صوابع اللي في النص دول او ال4 دول، حطاهم متاخرين شويه بعد ما دول اتحطوا. فطبعا دول كانوا استوى. طبعا بقى انت بتسوي بقى براحتك، بتلفي بقى سخسخ كده على الجنب كده زي ما بيلفوا كده، ونشوف ايه على حسب السوا يعني. بوريكم هي لسه طريه اهي، بطلع لكم بوريكم ان هي ايه ماسكه، هي الله اكبر. اول ما اتحطت على الفحم شدت على طول ومسكت بسبب النشا وبياض البيضه. طبعا السيخ اللي هلاقيه اتعمل زي ده كده هطلعه وهوريكم وهو سخن وكان بيلسعني والله. هشيله لكم، هطلعه لكم. طبعا انا بقلب الحته اللي ما اتعملتش، يعني بلفها. اكيد الطريقه واضحه يعني. ده بقى لسه مطلعه سخن وريته لكم. بصوا والله ما قادره كنت امسكه عشان سخن مولع. وريته لكم ان هو خرج بسهوله. بصوا بقى من جوه منظره عامل ازاي خطير. في بقى حاجه هنا، انا بشيل الكفته اهوت. انا كمان كان المفروض احط ورق بقدونس، بيدي طعم جامد وانا بفرمه مع البصل والثوم، بس انا ما كانش متوفر عندي غير كزبره، فطبعا حطيتها للتزيين في الاخر. فيا ريت لو عندك ورق كزبره ورق بقدونس تفرميه مع البصل واللحمه، شويه ورق كده من غير عيدان.
هيبقى تحفة تحفة تحفة. هيدي الطعم بصي ونضافة زي ما اقولكيش. كده بعد ما خرجت اهي وبوريها لكم، هشة وجميلة وطرية، بتخرج من السيخ على طول. وده الشكل النهائي. طبعا انا مزيناه بقى بكزبره، ما عنديش بقدونس والله، كنت نفسي افرمه معاه يدي طعم وطراوه جميله. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، وانا بوريكم الكفته وبهزها وبقول لكم شوفوا بقى امكانياتها عامله ازاي. يا رب تكون عجبتكم، واسيبكم في رعايه الله وامنه.